السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الأمر إن شئت سهلا فاجعل أمرنا كله سهلا. ميعادنا النهارده واحنا بنكمل السيلز تولز، والمرة اللي فاتت خدنا أهم الأدوات اللي لازم تحطها معاك في الشنطة وهي البروسبكتنج، ووقفنا عند السيل سايكل إن أنت خلاص عرفت أنت بتبيع ايه والمين وازاي، وجهزت معاك ليدز كتيرة جدا. واحنا قلنا المرة اللي فاتت ان انت هتجيلي المره دي عشان نكون مجهزين نفسنا بالمسج، او احنا جاهزين نكلم العميل نقول له ايه. واحنا جبنا، احنا قلنا المره اللي فاتت مينيمم حوالي 200 ليدز. طب احنا النهارده يا اما الناس دي هتكلمهم في التليفون، لا اما هتبعت لهم ميل، لا اما هتروح تنوك الدور، لا اما هم اصلا هيجوا عندك الستور. كل الطرق دي احنا قلنا طريقه واحده من الابروتش، وما كملناش في ان احنا نعمل الكول ازاي. مبدئيا احنا اتعودنا قبل كل حاجه بنعمل حاجه مهمه جدا، الا وهي بالظبط البريبريشن، التحضير للفون كول. ازاي؟ علشان تحضر للفون كول انت لازم تعرف انت هتتكلم تقول ايه، وغرضك ايه او هدفك ايه من الكول دي. يعني انا متصل بالكول دي انا عايز منها ايه؟ هدفي ايه؟ هدفي ان انا اديله معلومات عن ان في مشكله في السوق وانا حلها في المنتج بتاعي، ولا هدفي ان انا اعرفه بنفسي وعن المنتجات بتاعت الشركه او الخدمات اللي انا بقدمها، ولا هدفي ان انا اعمل له اتراكت للمنتج او الخدمه اللي انا بقولها واخد منه ميعاد، ولا هدفي ان انا اتصل بيه ادوشه. بالظبط كده زي ما انت كده ضحكت، ادوشه ويقفل السكه ويقول لي مش فاضي او انا مش انترستد اصلا. بالظبط انا كده محدد، لا اما انا اخد انذر كول، لا اما ناخد ميتنج. طيب ده ليه قوانين ايه او ليه سيكونس الكول ايه؟ بص، الكولز نفسها هي بتختلف، الديبندز الاندستري اللي انت شغال عليها. يعني بتختلف لو انت شغال في اندستري الكترو ميكانيكال غير الكهرباء غير الميكانيكا، غير مثلا لو انت بتبيع حاجات كوزماتكس، لو انت بتبيع حاجات خاصه مثلا برو ماتيريالز. كل اندستري ليها طريقه كول معينه. بس احنا في الاول وفي الاخر اتفقنا من المره اللي فاتت، انت لما تيجي تتكلم مع العميل هدفك حاجه واحده. ايه هي؟ انا بساله شويه اسئله مفتوحه هو اللي يتكلم، ودي حاجه مهمه جدا. احنا لسه هناخدها ان ديبس شويه اكتر بتفاصيل اكتر في مرحله البرزنتيشن. بس انت لازم لما تيجي تتكلم مع عميل ما تتكلموش اهلا وسهلا بيك انا اسمي الحسيني من الشركه الفلانيه الفلانيه وهي بتبيع واحد اتنين تلاته، حضرتك مهتم بالمنتج؟ لا، ده خلاص، ده بقى في زمن الكسكسي. ما بقاش في حد بيعمل كده، خلاص الموضوع ده مات. الموضوع ده ما بقاش في حد يتكلم ان انا اعمل فون كول بطريقه معينه. يا جماعه مفيش حاجه اسمها كولد كول. ايه المكالمه الساقعه دي؟ معلش، ايه المكالمه المتجمده دي؟ ايه المكالمه البارده دي؟ مفيش حاجه اسمها كده. انا لما اجي اتكلم مع عميل لا اما هديله فاليو، لا اما هديله معلومه، لا اما هاخد منه ميتنج. مفيش حاجه اكتر من كده. مش هتتصل بيه تطمن عليه، هو مش صاحبك. يعني يجي حد يقول لي والله انا عايز يا حسين اتعلم اعمل كولد كول. يا حبيبي مفيش حاجه اسمها كده. مع احترامي لاي حد بيتكلم ان في حاجه اسمها كولد كول. يعني ايه كولد كول؟ تعالى قول لي يعني ايه كولد كول. مش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها انا لما اتصل بالعميل لا اما هدي له انفو، يا اصل المكالمه دي عباره عن انفو، لا اما بقى مش هقعد ادي له داتا بقى هو ادوش دماغه بيها. هتصل بيها انفع اقول له معلومتين ثلاثه هعمل بيها ابروتش ولا لا، هعمل بيها اوتريتش ولا لا. امال هم عملوا ميلات ليه؟ ده انت اللي بيعمل كول ويكون معاك رقم ليدز، دي في حد ذاتها قصه. فانا ما ينفعش لما اجي اتصل بعميل اقول له اهلا وسهلا بيك معاك الحسيني من الشركه الفلانيه الفلانيه، وقت حضرتك فاضي اكلمك؟ ما ينفعش. في سيكونس هناخده مع بعض دلوقتي، انت ازاي تعمل فون كول. بتبتدي بالجريتنج، ازاي حضرتك يا فندم، صباح الخير يا فندم، مساء الخير يا فندم، على حسب بتتكلموا في أي وقت. ما حضرتك الحسيني استشاري مبيعات مش مندوب او مسؤول مبيعات. ليه انت بتقول له استشاري مبيعات؟ قعدت فاليو ليك، ايمج ليك، انت سفير الشركه. ما حضرتك الحسيني استشاري مبيعات من شركه اكس. كده بقى بتفتح المكالمه وتبريزنت. كنت بتواصل حضرتك بخصوص واحد اتنين تلاته، ايه بقى؟ بخصوص ان احنا لاحظنا في الفتره الاخيره ان في مشكله في المنتج الفلاني، حضرتك بتورد المنتج الفلاني. كنت حابب اوضح لحضرتك بس شويه تفاصيل عن المنتجات اللي احنا بنحبها بنقدمها،
وتدي له تقول له حضرتك فاضي اقدر اكمل حضرتك، او انا استاذن حضرتك ميتنج. طيب ده سيكونس. السيكونس الثاني مع حضرتك يا حسين استشاري مبيعات شركه كذا، كنت بتواصل مع حضرتك بخصوص لو في اي مشاكل بتواجهك في توريدات المنتجات الفلانيه في الاندستري الفلانيه. ده اللي بيتكلم العميل. في فرق يا شباب، عايزين بس نفرق ما بين عميل انت رايح له وعميل ده انترستد على اي اعلان وليدز جايه لك من اي حته في الماركتنج عندك ليدز. فرق انت بتعمل كولز لمين. فرق انا رايح اعمل كولز لناس هم ما يعرفونيش عمرهم ما سمعوا عني، لازم تدي له ادد فاليو. ما ينفعش تقول لي انا اعمل كول لكل الناس كلها وانا مثبت سكريبت معين، لا. الكول لازم تكون اوبن، انت بتدي له الكريت وبتعرف نفسك بالشركه اللي انت فيها وبتقول له انت بتتواصل معاه ليه، وفي الاخر سي تي ايه او الكول تو اكشن. ايوه انت من الاخر عايز مني ايه؟ انت قلت لي الكلمتين، فبتبتدي تطرح سؤال في الاخر. حضرتك يناسبك ميتنج الاسبوع اللي جاي؟ لا والله. طب بص كلمني بعد العصر واحنا نحدد ميتنج مع بعض. طب اكلم حضرتك الساعه 4 يناسب حضرتك؟ بس لازم تدي له انفو، مش هيديك ميعاد تتكلم فيه من غير ما تدي له الانفو. ما ينفعش بكلا الاحوال، ما ينفعش. يبقى لما تيجي تكلمني ككولد كول خليك ذكي. خليك وانت بتتكلم معاه، انت استشاري مع حضرتك الحسيني. ناخد مثال، انت بتبيع ادوات كهربائيه مع حضرتك الحسيني استشاري مبيعات، مع حضرتك الحسيني استشاري من شركه كذا. كنت بتواصل مع حضرتك بخصوص المشاكل اللي بيواجهوا حضرتك بخصوص التوريدات قطاع المقاولات. احنا عايز حابب اوضح لحضرتك ان احنا موردين لاكبر الشركات اللي موجوده في سوق 1 2 3، وتدي له اكبر الشركات. حضرتك بتواجهك مشاكل في الحته دي، انت كده بتكلمه بلغه ان انت عارف شغله، وبتكلمه لو في مشاكل بتواجهه بتحلها. اه والله انا عندي مشكله في التوريدات الفلانيه، وتبتدي بقى تاخد وتدي معاه. في سيكونس بقى تاني بناخده واحنا بنطبق على البروجكت، ان لو قال لك عندي مشكله بترد عليه تقول له ايه، لو ما عندكش مشكله بترد عليه تقول له ايه. بس انا عايز افهمك يعني ايه كول اصلا. دي اسمها اوت ريتش، اسمها ابروتش. اول مره يسمع العميل عندك. طب دي حاجه، وانك تكون اصلا حد اصلا انترستد بالمنتج او الخدمه او الشركه بتاعتكم وعايز يعرف اكتر، دي حاجه تانية. خد بالك انت لازم تعرف بتاع المشتريات اصلا هو اللي بيدور عليك بس مش لاقيك. او لو انت لسه طالع جديد في السوق، هو كده كده ما سمعش عنك. فانت لازم يا صديقي، الموضوع ينحصر في ايه؟ انت عامل زي المزارع. البياع في اول بدايه حياته، او برضو دي السايكل بتاعت الشركه، بيبقى عامل زي المزارع. شفت عمرك مزارع بيحصد قبل ما بيحط البذره؟ مستحيل. فانت الناس ولا تعرف مين حسيني، ولا تعرف شغال فين، ولا بيبيع ايه، ولا ايه الادد فاليو، ولا السيرفيس، ولا افتر سيرفيس، ولا اي حاجه. فانت داخل طلق كده. ايوه انا بقدم واحد اتنين يا اخي انا ليه اسيب الراجل اللي معايا اصلا وانا ما اعرفكش؟ ليه اسيب الراجل اللي معايا اصلا وانا ما اعرفكش؟ فانت لازم تدي له انفو. ده اسمه انباوند سيلز. لازم تفرق ما بين الانباوند سيلز والاوت باوند سيلز. ده بسم الله الرحمن الرحيم. طيب في حاجات بقى انا عايزك بقى ايه ما تحصلش وانت بتعمل الكود. مبدئيا انت تتخيل وانت بتعمل الكول ان انت اصلا، انا متخيل ان انا قاعد قدام العميل فبتكلمه بالبادي لانجوج بتاعتي كلها. ازي حضرتك يا فندم عامل ايه، يا رب تكون بخير، مع حضرتك الحسيني استشاري المبيعات. كنت بكلم حضرتك بخصوص، وتفضل تهز راسك وتعمل وانت بتشرح المنتج الفلاني ده صح، عند حضرتك حق، كان في مشكله كبيره بتواجه الناس في المشكله، بس ده احنا قدرنا ان احنا نعمل ستوك كبير قوي الفتره اللي فاتت، لان احنا عندنا ماركت ريسيرش كبير جدا وتيم ماركتنج كبير جدا، واشتغلنا على الموضوع ده بقالنا 3 شهور. وتفضل في تون صوتك طالع نازل وبتتك على الحاجات الكريتيكال. ده اول حاجه. يبقى عايزك تتخيل البني ادم اللي قدامك وانت قاعد بتعمل معاه الاوت ريتش او الابروتش. ما تقوليش الكولد كول. ما تاكلش وانت بتتكلم. ما تقعدش في حته دوشه. يعني في ناس كتير تتكلم مش سامعك. ايوه تقول له مش سامعك، ايوه ويفضل يتريق عليك. في والله اسئله كتير بتجيني، العميل بيقول لي مش سامعك من الدي جي. طب ما لازم يقول لك كده. لازم العميل يقول لك مش سامعك من الدي جي. ليه مش سامعك من الدي جي؟ عشان حضرتك بتتكلموا في المواصلات يا صديقي. حضرتك بتتكلموا في حته دوشه.
حضرتك بتتكلم في وسط زمايلك، حضرتك محسسني ان انت قاعد في كول سنتر. ما تكلم العميل في حته، حتى لو هتطلع بره الشركه تقعد بره اي حته، بس ما يكونش فيها دوشه. عاده في اوقات ما ينفعش تتكلم فيها اوقات الصلاه مثلا ما تتكلمش فيها العميل. العميل تكلمه من الصبح مثلا، جه شرب كوبايه الشاي 9 9 ونص، تبتدي تتكلمه من بعد 9 ونص، اخرك مثلا الساعه 10 ونص 11 12. بعد كده بيبقى عنده ميتنجز مع الناس، مش فضيلك. ما تتكلمش مع العميل وانت ما فيش في ايديك نوت بوك. لان ما لا، ما ثواني يا فندم، انا بس ايه هجيب نوت بوك واجي اكمل مع حضرتك، ما ينفعش. هدفك حاجتين: اتصال تاني، يا اما تاخد ميتنج. ما فيش حاجه ثالثه، احنا لسه في مرحله الابروتش، لسه ما دخلناش البرزنتيشن. طيب، نقطه مهمه جدا لازم تحصل وانت قاعد، انت محضر المكالمه وكانك محضر كل اسئله هتسال لك. في مشاكل هتجاوب ترد تقول ايه، ما فيش مشاكل هتجاوب ترد تقول ايه. الاثنين محضر، بس ما تحفظش سكريبت. انا ضد انك تحفظ سكريبت في الاول. طبيعه شغلك في الاول حاجات كتير محتاج تقولها، ما تبقاش سريع، ما تتكلمش بسرعه، بالراحه. محدش بيجري وراك. لما تيجي تتكلم بالراحه، تتكلم في اوقات تسترس على نقطه مهمه جدا، وفي اوقات لازم تحسسه بيها ان هي كريتيكال قوي. موشن. لما تيجي تعمل الابروتش بتاعك عن طريق الفون كول. طيب انا حسيني بتصل برقم الشركه وبترد عليا السكرتيره، اطلع منها ازاي؟ في فرق لما تقول مع حضرتك الحسيني استشاري مبيعات، او مع حضرتك الحسيني الاكونت مانجر مسؤول المتابعه والمبيعات من شركه اكس، لو سمحت كنت محتاج اكلم مدير المشتريات لمتابعه المشتريات بتاعته لو في اي مشاكل بتواجهه. انت كده مش جاي تبيع لها، لو جاي تبيع هتقول لك لا اتصل بيه في وقت تاني، او اتصل بيه، او هيخليه يكلمك، او هنبلغه، مش هتديك رقمه. شفت انا قلت لو سمحت في الاخر. مع حضرتك الحسيني من شركه اكس مسؤول المتابعه والمبيعات، محتاج رقم مدير المشتريات او توصليني بيه من فضلك. من فضلك تفرق عن الاول، لو انت جبتها في اول الكلام، عن الاخر. ليه؟ اسلوب رجاء واسلوب امر. لما اقولها في الاخر ده اسلوب امر، بمعنى مع حضرتك الحسيني استشاري مبيعات شركه كذا، محتاج اقابل مدير المشتريات، او محتاج اكلم مدير المشتريات توصليني بيه لمتابعه المشتريات مع حضراتكم لو سمحت. من فضلك اديني رقم مدير المشتريات او وصليني مدير المشتريات عشان اتابع معاه المبيعات. الاولانيه امر، محتاج حضرتك توصليني بمدير المشتريات لو سمحت. عن لو سمحتي محتاج مدير المشتريات، او لو سمحت. اسئله كتير جت لنا بسبب موضوع السكرتاريه، وازاي مش هعرف اخد رقم السكرتاريه، وازاي كده السكرتاريه مش ما بتدينيش المعلومه، ازاي السكرتاريه بتغلبني وبقعد شهرين عشان اجيب رقم مدير المشتريات. في مرحله اللي قدام لما نبقى بانيين الاساس في الراوند الثانيه اللي بنتكلم بيها الاي اي، انا مش هخليك تحتاج تتصل بالشركه، لان انا هخليك بالاي اي تجيب كل الليدز اللي انت محتاجها في كورس البي تو بي سيلز باي اي اي من خلال لينكد ان وادوات اي اي كتير جدا، تولز هتستخدمها. خلاص بقى عندك ميل اصلا البرشيزنج مانجر، او اي حد مدير مشتريات في اي مسؤول في اي شركه انت محتاجه. بس وانس ان الاندستري بتاعتك برضه بتشتغل من على جوجل ماب، فبتحتاج تتصل بشركات المصنع الاول او الشركات الاول عشان تديك رقم مدير المشتريات. وعايز اقول لك اسعى، وان ليس الانسان الا ما سعى. في ناس بتفتكر الطريقه دي صعبه جدا، فكر اوت اوف ذا بوكس. يعني في ناس كتير اصلا، انا اعرف ناس بتروح مثلا الشركات بتاعته موجوده في مدينه نصر، فبيروح مدينه نصر يفتح جوجل ماب، فجوجل ماب يجيب له كل الشركات اللي قريبه منها، بيطلع يخبط من غير ما ياخد ميعاد خالص. والناس بتقابله وبتقدر مجهوده ان هو بيلف على الشركات عشان يعرض المنتجات بتاعته ويبيع. لان هو في الاول محتاج يبني داتا. وزي ما اتفقنا في كل فيديو هقول لك خليك زي المزارع، حط بذور كتير علشان تحصد كتير. ركز في فكره انك تبقى مزارع، ومزارع انت عارف وعندك يقين بربنا سبحانه وتعالى ان هيجي لك وقت الحصاد، بس انك تحط بذور كتير، تزرع الاول كتير،
هتحصد باذن الله. الريكورد ده او السيشن ده كنا بنتكلم على الابروتش من خلال الفون كول. حضر، ما عنديش مشكله في الاول انك تكتب انت هتقول ايه وترد على كل الاسئله بيزد اون الاندستري بتاعتك. يعني انت راجل بتبيع حاجات للكوزماتكس، فيا فندم زي حضرتك مع حضرتك الحسين استشاري معرفه شركه كذا، كنت بتظهر حضرتك بخصوص لو في اي مشاكل بتواجهك في الماتيريالز 1 2 3 4. حابب اوضح لحضرتك ان احنا شركتنا اكبر الموزعين لواحد اثنين ثلاثه اربعه. فلو في حضرتك مشاكل بتواجهك في التوريدات، كنت حابب اوضح لحضرتك ان عندنا تيم فني كامل متكامل بيسبورت حضرتك في اي تسعير. اقدر افهم من حضرتك بتستورد او بتورد الحاجه الفلانيه، وكده اكون بتجهز له بقى لستة اسئله وهو يجاوبك. علشان من المره الجايه انا محتاجك تطبق اللي انا قلته لك، وفي اي وقت بكره اول ما تروح تكون انت محضر الحاجه دي كلها عشان تعمل فون كول صح. ترجع للريكورد ده اي وقت محتاج تشوف انت ممكن تعمل الفون كول ازاي. ولازم تخلي بالك من حاجه مهمه قوي، هي مش حفظ سكريبت، هي انك تفهم انت رايح لمين وهتقول له ايه وازاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم بخير.